يا سلام، هو صديقي العزيز تلاقيت معاه وانا فرحان اليوم بزاف 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 بزاف. تهلاو فيه تهلاو فيه. بحدك سي تحفه وخويا صلاح معنا ابو رضا سعوات تحيه صلاح الدين مرضي الوالدين. هو صلاح الله فريد وصلوه حتى هو يعني باش ما بغى ان شاء الله. الله بحدك خويا ابو يحفظك، رضا ومرحبا بالسي تحفه الله يحفظك يا سيدي، بارك الله فيك، بارك الله وصاصعو فيك. سامي تحياتي للمتابعين ديالنا الكرام، المتابعين ديالنا الاوفياء ديال قناه فريد سيدي عدي. اذا كما درنا البارح انا والسي فريد معكم بعد عبدو كواف اللي كنحييكم من هذه القناه ديال فريد سيدي عدي. كما درنا البارح انا وياه واحد اللايف وشفتوا يعني تحفه في سيدي عدي، تحفه اللي نور سيدي عدي، تحفه كما قلت لكم يعني اللي حيد داك الغسيل، اللي حيد ديك الجنابه ديال المرقاوي من سيدي عدي. يعني سيقناها واحد سيقه 5 جافيل كما كنقولوا. فكما شفتوا يعني في هذا لا فيديو السي تحفه كيوصيكم على الاخ فريد، تعاونوا مع خويا فريد. لما لا؟ فريد واحد الانسان اللي كيستحق الدعم وكيستحق المسانده، لما لا؟ بالمتابعين ديالو الاوفياء. وللاشاره فقط فرا معايا فريد سيدي عدي، راه القناه ديالو هذه اللي اكيد غادي يعطيكم واحد الكلمه ديالو. والحمد لله يعني راه تطرقوا الاخوان مع الاخ تحفه البارح المجموعه ديال المواضيع. تحفه يعني اكتشف مجموعه ديال الحقائق فيما يخص محبوبه وفيما يخص مربوحه، واكتشف يعني باللي داك البغلاوي الزبلاوي جاو طرامع على هاد الناس. يعني الحاجه اللي يمكن لنا نقولوا هو انه الحمد لله يعني ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. السي فريد سيدي عدي خويا العزيز، كيفاش كان يعني الاحساس ديالك؟ كيفاش كان الاحساس ديالك والاخ تحفه البارح جا لسيدي عدي؟ ممكن انك يعني تعطي واحد الكلمه للمتابعين عبر القناه ديالك. اكيد. تحياتي متابعين ديال فريد سيدي عدي، مرحبا بكم والف مرحبا. كنتمنى منكم خوتي العزاز هذا الفيديو هذا يتبارطاجا على اوسع نطاق خوتي وخواتاتي. وبزاف الناس خويا فريد تيقولوا لك باللي راك ما تلاقيتيش مع تحفه ودابا حطيتي لهم الدليل. هو تحفه هو فريد سيدي عدي، كتشوفوا تحفه بالحميه واش حميه. تحياتي الاستاذ تحفه وتحياتي المتابعين العزاز الغاليين. كما كتسمعوا خويا تحفه اللي هو قال المتابعين ديالنا تهلاو فريد، وكنتمنى من المتابعين ديالنا يتعاملوا معنا ويوقفوا معنا وقفه ديال الرجال، لان متابعين واقفين معايا، انا عارفكم واقفين معايا. المهم اخي فريد كان واحد الاحساس اللي كان كبير وكبير بزاف بالقدوم ديال تحفه، واللي كان عطى وعد لميطو ويعني وفى بهذا الوعد السي فريد. نيشان كما قال لكم السي تحفه كان واعد ميطو، وقال خريويلي قال لك السي تحفه غيشرب اتاي في دار ميطو، وشربوا فعلا. وشرب اتاي في دار ميطو. وانت كتشوف يا الكاسول يا المكلخ يا الرعواني بالرعواني الاخر. فينا هو التحدي ديالك ديال تحفه. هو تحفه كيشللك سيدي عدي. اسمع نقول لك والله العظيم خوتي وخواتاتي، ما نكذبش عليكم بعض الامور اللي تقالوا في الكواليس، لانني ما بغيتش نخرج بهذا الشيء هذا باش ما نحرقش المراحل وشنو تقال على هذا السيد هذا اللي هو كيضحك على الناس، كيكذب على العيالات. اقسم بالله الى القادم صادم لهذا السيد هذا، لهذا الخريويله هذا غيدبرتي عليها شي تحفه قسما بالله. والله الا عنده شي حوايج اللي خطيرين اللي هو انت كتقول لهم راه كيصوني عليا، وانت كنتي كتصوني عليه ورانا لي زابيل ديالك باش كتصوني عليه. سي تحفه سي تحفه من سي تحفه وتحفه غيدبر عليك، مشيتي فيها من التالي. المهم خوتي وخواتاتي، وبالنسبه اخي فريد بالنسبه للناس اللي كانوا كيقولوا لك اللي كيتبعوا صعصع وكان كيعطيهم تحديات، كيقول لهم تحفه عمره ما يدخل المغرب، وبعد المره الفايته كان قال لي الا دخلتي المغرب نعطيك 60 مليون، ودخل تحفه لسيدي عدي وعاود عاوتاني تحداه مره اخرى. هو عاود تحفه كيعاود يدخل. يعني شي ميساج اخي فريد دوك الناس اللي مازالين متبعين هذا البغلاوي هذا. اسمعوا نقول لكم هذوك المتابعين المكلخين، واخا راكم مكلخين كنقول لكم التحيه باش تعرفوا فريد سيدي عدي كيداير في قلبه. ماشي مع المتابعين ديالي، مع المتابعين المكلخين ديال الطرف الاخر كنقول لكم تحيه. خصكم تمشيو عند كبيركم غادي تقولوا ليه يا ودي تحفه هو جا سيدي عدي، اكتبوا ليه في اللايف ديالو قولوا ليه علاش ما بغيتيش تهضر على تحفه، لان تحفه البارح سيدي عدي عرفتي جا في الطوموبيل ديالو باكيه ديال ليكوش، بقى كيفرق ليكوش سيدي عدي قال لهم ركبوا ليه. شتي كنضحك عليكم.
وديروا لي لايك، ديروا لي لايك وبارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا. اقول لهم يديروا لك اللايكات ويخليو لك تعاليق زوينين، راه عندك أكيد. انت الحمد لله عندك اللهم متابعين زوينين، ناس يعني كيقولوا لك تهلا في الميمه أكيد. وتهلا يعني في الناس ديالك يعني، ودير بالهضره ديالنا اللي ديما كنقولوا لك تبقى تهضر وهضر باحترام، وكنت عطيتي أكيد. واحد أكيد المتابعين حنا مازالين إنك في تهضر. الاحترام ديالنا خويا عبدو، لان ضروري ما نحترموا المتابعين ديالنا اللي هما كيدعمونا اللي كيوقفوا معنا، تحيه ليهم. ولكن خوتي العزاز اش غنقول لكم، تحفه شرشم ليه المشاعر، قسما بالله الكسول بيت بلا نعاس. وهو في سيدي عدي علاش ما جيتيش عنده؟ ياك كنتي غير فازرو، شحال ما بينك وبين سيدي عدي 12 كيلومتر، كان خصك تجي ديك الساعه وتقول له انا سيدي عدي ودير شي لايف باش نعرفوا راه عندك مصداقيه، لانك كتكذب على دوك الناس. حنا عارفينك انت كذاب، لكن هادوك المتابعين اللي تيتبعوك، هادوك المكلخين اللي انا كنقول لهم راكم مكلخين، واخا مكلخين تحياتي ليكم، جالسين كيحزق عليكم حاشا المتابعين وكتبعوه، كيبيردي عليكم وتتبقاو تشموا ديك الريحه وتتبقاو تابعين هو وما كاين والو. ها هو سحفه سيدي عدي. ولكن شوف والله العظيم الا غيحطموا خويا عبدو، هذاك الشيء اللي كاين اخويا انا ما فريد. بغيتش نهضر اخويا العزيز، وراني عارف يعني راه كاينين مجموعه ديال الحوايج اللي كانوا في الخاص خصهم هذا نورمالمون هو يبقاو في اللي الخاص. كاين. والسي تحفه راه عطى وعد للساكنه ديال سيدي عدي انه غادي يجيب سيمانه وغادي يعصر في سيدي عدي ان شاء الله المره غادي الجايه. يعصر وغيعصر له فهاد المره هادي السي فريد راه عصر ليه غير واحد شي شويه ديال الحمض، غير واحد شي نيشان. شويه ديال الحمض. وراه الكسول البارح يعني يكونوا على يقين انه راه بايت بلا نعاس. كيف لا ان يعني ذاك الكسول اللي جا وفرق بين هاد الساكنه، واليوم الحمد لله كيجي الرجل النزيه، الرجل اللي عنده مصداقيه وعنده شعبيه يعني. نعطيك انا واحد المثال اخي فريد، فالكسول عنده قناه مليونيه وتحفه يعني عنده نص مليون في القناه ديالو وتيجيب مشاهدات اكثر من الكسول. لان تحفه هذاك، يعني تحفه هناك- كيضرب مصداقيه، تحفه كيضرب الرجوله وما كيتكبرش على الناس ومتواضع ومحترم وما شاء الله عليه. تحفه والله العظيم الا فرحنا سيدي عدي والناس ديال البلاد فرحوا حنا غاديين تحفه تحفه تحفه. وما نقول لكم تحيه لكم وشكرا لكم، نتمنى منكم تشجعونا والدعم في القناه، جزاكم الله خيرا. كما سمعتوا السي تحفه قال لكم تهلاو في فريد مسكين بوري، راه تحفه واحد الانسان طيب والله العظيم اخوتي واخواتاتي. نتمنى منكم التشجيعات ديالكم والدعم في القناه، واللي قديتوا عليه ساندونا به، وتنشكركم بزاف بزاف وانتظروا المفاجآت. تحياتي لك السي فريد. وكما قال الاخ فريد فسيدي عدي الحمد لله راه بدات يعني الامور كتنقى، وبدات الحاله ديال سيدي عدي كترجع يعني كما كانت شيئا فشيئا، يعني بتدخل هاد الناس ديال المصداقيه بحال السي تحفه وبحال يعني مجموعه يعني ديال الناس اللي كيمشيو في الصلح، عكس يعني داك التيار الفاسد يعني اللي كان طاغي على سيدي عدي. فتحياتي لكم كبيره، وكما قلنا لكم لايك زوين وبارطاج زوين وكومونتيرات تحية زوين. لكم. سيدي عدي الفريد سيدي عدي باش داير تحياتي. الله يحفظك يا سيدي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ساعه سعيده وخفيف القاعده.